اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. مش عايزاكم تقلقوا، فيديو النهاردة لا يدعو للقلق ابدا، ولكنه من الفيديوهات المهمة جدا جدا. باحدث الاحصائيات تقريبا 1 من كل 13 شخص معرض ان هو يصاب بالسرطان في مرحلة من حياته. المشكلة ان العديد من حالات السرطان بيتم اكتشافها في وقت متأخر، وده لان الناس مش بتلاحظ العلامات التحذيرية المبكرة. خليني اقول لكم على حاجة كويسة جدا، اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة بيزيد جدا من فرص العلاج واستجابة الجسم للدفاع عن نفسه بنسبة بتصل ل 90%، وده طبعا عكس لو تم اكتشافه في مراحل متأخرة. وعلشان كده في حلقة النهاردة هقول لكم عن اهم 8 علامات تحذيرية مبكرة. وعلى فكرة العلامات اللي هقولها لكم دي مش هي الاعراض الخطيرة اللي انت بتسمع عنها، بالعكس دي علامات صغيرة بتبدأ تظهر على الجسم في مراحل مبكرة جدا، ومع الأسف معظم الناس مش بتاخد بالها منها. العلامات دي لو عرفتها كويس وأدركتها كويس جدا ممكن تنقذ حياتك. العلامات دي بالفعل ساعدت الكثير جدا من الأشخاص إن هم يكتشفوا المرض في مرحلة مبكرة بل ويتعالجوا منه تماما. فأنا بأكد إني مش عايزاك تقلق خالص، أنا هنا موجودة علشان أساعدك وعلشان أخليك بصحة جيدة، وعلشان لو اكتشفنا أي حاجة نلحق نتخذ الإجراءات السريعة بسرعة جدا. من فضلكم خليكم معايا لأنها تكون حلقة مهمة جدا. النهاردة هتكلم معاكم عن 8 علامات تحذيرية مبكرة. أول علامة فيهم وهي آلام العظام المستمرة. خليني أقول لكم إن آلام العظام واحدة من العلامات المهمة جدا. كلنا تقريبا بمختلف الأعمار بنعاني من آلام العظام وممكن نغفل العرض ده، لكن أنا هنا بركز على آلام العظام العميق. يعني إيه؟ ركز معايا كويس جدا. يعني الألم اللي أنت بتشعر بيه ده بيكون في العظم نفسه، مش حوالين منطقة العظام، مش في العضلات، ولكن ألم شديد جوه العظم نفسه وبيزداد سوءا أثناء الليل. كمان هتلاقي إن الألم ده مش بيستجيب معاك لو استخدمت أي أدوية أو أي مسكنات أو دهنت بأي كريمات مسكنة على المنطقة اللي فيها الألم. في بعض الحالات ده بيكون ناتج عن السرطان اللي بينتشر في العظام، أو حتى السرطان اللي أصلا بيبدأ في العظام واللي بيسمى بالساركوما العظمية. الساركوما العظمية دي باختصار هو نوع من أنواع السرطانات اللي بينتشر في العظام الطويلة بالذات أو بشكل أكبر، سواء كان في الذراعين أو في الساقين. طيب هل الألم ده هيكون وحده؟ لا، هيكون في أعراض مصاحبة ليه، سواء مثلا كان التورم بشكل زايد عن اللزوم، أو مثلا حدوث كسور بالرغم ان انت ما تعرضتش لحاجة ممكن تسبب لك الكسور دي. نصيحتي ليك لو شعرت بألم شديد جدا في العظام نفسها، الألم ده بيزيد مع الوقت سوء وخاصة أثناء فترة الليل، ولو استخدمت مسكنات مش بتجيب معاك أي نتيجة وفي نفس الوقت بيكون مصاحب للتورم أو الكسور، يبقى أنصحك إنك تتوجه للطبيب المتابع فورا علشان تعرف إيه سبب الألم دي، وما تستناش زي ناس كتير إن الألم ده يختفي من نفسه أو من تلقاء نفسه. العرض الثاني المهم جدا وهو التعرق الليلي ولكن غير المفسر، أو يعني اللي ملهوش سبب. خلينا متفقين على حاجة إن كلنا بنتعرض للتعرق الليلي، وده شيء يمكن يكون شائع، ولكن هنا أنا بكلمك عن نوع من أنواع التعرق بيكون شديد جدا، بيكون بشكل مستمر وبشكل مفرط. يعني بمعنى إن أنت بتلاقي الهدوم بتاعتك كلها مبلولة وبتضطر إنك تقوم تغيرها أكتر من مرة أثناء الليل. ده حتى كمان الوسادة اللي أنت بتنام عليها، الملاية، كل الحاجات دي بتبقى مبلولة مية بالكامل. التعرق الليلي ده ممكن يكون إشارة للإصابة بالليمفوما. طيب الليمفوما بالاختصار هو سرطان بيصيب الجهاز الليمفاوي، والجهاز الليمفاوي ده هو جزء من الجهاز المناعي المسؤول عن مكافحة الجراثيم ومكافحة الأمراض. هل في أعراض ممكن تلاحظها مع التعرق الليلي؟ غالبا بيصاحب التعرق الليلي ده حمى أو سخونة شديدة، ده غير إنك بتلاقي نفسك طول الوقت عندك إرهاق غير طبيعي بالرغم إنك بتنام كويس، أكلك كويس، صحتك كويسة. وأقصد بصحتك كويسة إنك مش بتشتكي من أمراض ظاهرة. كمان من العلامات المهمة المصاحبة للتعرق الليلي وهو فقدان الوزن بشكل سريع. طيب هو إيه اللي بيخلي أصلا حالة التعرق الليلي دي تظهر؟ التعرق الليلي ده
هو استجابة الجهاز المناعي اللي موجود في جسمك علشان يحارب الحاجات الغريبة اللي داخلة عليه. الحاجات الغريبة دي زي الخلايا السرطانية. في الحالة دي كده ببساطة اللي بيحصل ان زي ما تقول كده الترموستات اللي ماسكة درجة حرارة جسمك بتختل تماما، يعني بيتعطل ميزان الحرارة الداخلي اللي في جسمك، وده بيؤدي إلى نوبات شديدة من التعرق. علشان كده لو لاحظت الحالة دي مع حضرتك يبقى لازم ترجع للدكتور المتابع. وفي ملحوظة مهمة جدا، ممكن تكتشف إن كل التعرق ده أصلا مش بسبب السرطان، ولكن ممكن يكون بسبب حالات تانية زي العدوى أو اختلال في الهرمونات. والاختلال في الهرمونات ده بيحصل مع السيدات بعد انقطاع الطمس. علشان كده في كل الأحوال إنك ترجع للدكتور هيكون كويس علشان تعرف سبب المشكلة دي. في علامة بعتبرها من العلامات الواضحة شوية، وهي العلامات اللي ممكن تظهر على الأظافر. ايه علاقة العلامات اللي بتظهر على الأظافر مع السرطان؟ في نوع من أنواع السرطان اسمه الميلانوما أو الورم الميلانيني. ده نوع من سرطان الجلد بيتطور تحت الأظافر. أكتر العلامات التحذيرية اللي بتظهر على الأظافر وهو وجود خط داكن بيظهر كده تقريبا في منتصف الظفر. الخط ده بيكون خط عمودي داكن بيمتد تحت الظفر. طيب حد يقول لي ازاي يا دكتور افرق بين الخط ده وبين مثلا اني لو خبطت الضفر بتاعي او حصلت لي اي كدمه؟ هقول لك ان الفرق ان لو حصل كدمه في الضفر، الكدمه دي مع الوقت بتبدا تقل او بتبدا تروح، لكن الخط الاسود اللي بيظهر بسبب مشاكل السرطان ده مش بيروح، بل على العكس بتلاقي الخط ده مع الوقت ابتدى يكبر وابتدى يشغل حيز اكبر من الضفر نفسه. برضو مع الاظافر ممكن تظهر علامه تانية وهي علامه هاتشنسون. في العلامة دي التصبغ الأسود اللي بيكون موجود في الأظافر بيبدأ يمتد لغاية الجلد اللي حوالين الضفر. بس أنا بعتبر إن العلامة دي من القليل جدا إنك ممكن تشوفها على الطبيعة. يعني العلامة الأشهر هو وجود خط داكن في منتصف الظفر. يبقى نصيحتي ليك لو ظهر الخط الداكن اللي في منتصف الظفر، لو بدأ يروح مع الوقت فده هيبقى راجع لعدوى فطرية أو إصابة بسيطة. أما لو فضل زي ما هو بل وابتدى يكبر فعلى طول لازم تستشير دكتور جلدية، لأن النوع ده من السرطانات بينتشر بسرعة. علامة مهمة وهي الحمى أو السخونة المستمرة. الحمى عادة لما بتحصل بتشير إلى أن الجسم بتاعك بيقاوم أو بيحارب عدوى معينة، لكن المشكلة لو أنت ما عندكش أصلا عدوى معينة والحمى دي بتتكرر عليك على طول مرارا وتكرارا، كل شوية في سخونة بالرغم أن أنت ما عندكش أي سبب يؤدي للموضوع ده. دي قد تكون علامات تحذيرية لسرطانات الدم زي اللوكيميا أو مثلا الليمفوما. طيب برضو يا دكتور وضحيلي امتى الحمى دي أقلق منها؟ لو كانت بتتكرر عليك بشكل مستمر بدون أي سبب وفي نفس الوقت مش بتستجيب معاك لأي علاج حتى لو أخدت مضادات حيوية. النقطة التانية غالبا هتلاقيها مصحوبة بأعراض تانية زي التعرق الليلي وفقدان الوزن والإرهاق الشديد. طيب أنا أتصرف إزاي؟ لو استمرت الحمى معاك أكتر من أسبوعين بتروح وتيجي مع كل الأعراض اللي قلتها دلوقتي، يبقى لازم بسرعة ترجع للطبيب المتابع. العلامة الخامسة وهي علامة مستبعدة عند معظم الناس وهو ألم في العين. ألم العين المستمر والمتكرر ممكن يشير لنوع من أنواع السرطان وهو اسمه الميلانوما العينية. النوع ده من السرطان بينتج فيه خلايا العين اللي بتحتوي على الصبغات زي القزحية. العرض ده غير شائع ولكن لو ظهر فهو مهم جدا. طيب هل في أعراض مصاحبة بتيجي مع ألم العين؟ هتلاقي من العلامات التحذيرية المصاحبة لألم العين هو تشوش الرؤية، يعني الرؤية بتاعتك بتكون دايما انك مش شايف الحاجات بشكل واضح حتى لو لجأت لاستخدام النظارات الطبية. كمان في علامة تانية انك ساعات بتشوف كده زي ومضات ضوء بشكل مستمر. الومضات دي ممكن مثلا يحس بيها الناس اللي بيعانوا من مشكلة الصداع النصفي، وبرضو الناس اللي عندها مشاكل في الشبكية بياخدوا بالهم من انهم ساعات بيشوفوا ومضات الضوء دي بشكل مستمر. ولكن في علامة تانية مهمة جدا ودي بتظهر بقى على العين نفسها وهي تكون بقعة داكنة على القزحية. وركز لو لقيت البقعة دي بتكبر مع الوقت او اللون بتاعها بيتغير يبقى فورا لازم ترجع للدكتور المتابع. عادة الشخص
الشخص اللي بتحصل معاه الاعراض دي كلها، لو كنت حضرتك من الناس اللي بتقعد في الشمس لفترات طويلة وبدون انك تستخدم اي مثلا نظارة تحمي العين من اشعة الشمس، فده ممكن يفاقم الامر سوءا. وعلى فكرة ممكن يكون مش بسبب سرطان، ممكن يكون راجع لحالات مرضية تانية زي مثلا انفصال الشبكية او المية الزرقاء. ففي كل الاحوال احنا لازم نطمن ونعرف بالظبط ايه المشكلة اللي الجسم بيمر بيها. علامة مهمة تانية بتحصل ولكن بيتم اهمالها في معظم الناس وهي الطفح الجلدي. اوقات كتير لما بيحصل الطفح الجلدي ممكن نفسره انه مثلا ممكن يكون بسبب اكل احنا اكلناه، او مثلا لبس انا لبسته، او بسبب اي مشكلة. لكن في انواع من الطفح الجلدي ممكن يكون راجع لسبب اللوكيميا. الطفح ده بيظهر على شكل بقع صغيرة سواء كانت حمراء او ارجوانية. البقع دي مع الاسف بتفضل مستمرة، وحتى لما بتيجي تدوس عليها مش بتتحول للون الابيض، يعني هي موجودة طول الوقت. طيب هو الطفح الجلدي ده بيحصل ليه؟ بيحصل نتيجة انخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم، وده بيؤدي لتسرب الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد بتاعك، والعرض ده هو اللي جسمك بيقولك بيه ان هو عنده مشكلة في الجلد. طيب البقع دي ممكن يكون مصاحب ليها كدمات أو نزيف بدون أي سبب، وعلشان كده لو استمر الطفح الجلدي مع حضرتك وكنت برضو بتشعر معاه بالتعب وظهور كدمات وممكن يحصل نزيف، يبقى لازم نرجع للدكتور المتابع. العلامة التحذيرية السابعة وهو اليرقان. باختصار علشان نفهم موضوع اليرقان ده، اليرقان باختصار إنك لما تبص على شخص قدامك تحس إن هو لونه مايل للون الأصفر، سواء كان لون الجلد بتاعه أو حتى لون البياض اللي حوالين العين. ودي مش مجرد مشكلة ان اللون مختلف يعني مشكلة تجميلية، لا دي اشارة الى ان في مشكلة بتحصل جوه الجسم. طيب هو ليه بيحصل اليرقان ده؟ اليرقان بيحصل لما تتراكم مادة اسمها البيلروبين. المادة دي بتنتج اثناء تحلل خلايا الدم، والمادة دي هي لونها اصفر يعني شبه الصبغة الصفراء، وعلشان الكبد بيعالجها في الحالة العادية فانت عمرك ما بتحس باي اختلاف. ولكن لو كان هناك انسداد في القنوات الصفراوية، وده ممكن يحصل بسبب سرطان الكبد أو البنكرياس، فبتبدأ مادة البيلروبين أو اللي هي المادة الصفراء دي إنها تفضل تتراكم تحت الجلد، وعلشان كده بتلون الجلد وبتلون العين. الحالة دي أو اليرقان من النادر قوي إنها تحصل لوحدها، لكن بيكون في علامات مصاحبة ليها. طيب إيه العلامات دي؟ هما 3 علامات. أول حاجة يا إما البول يكون داكن اللون، يا إما البراز يكون فاتح اللون، يا إما يكون في ألم في الجزء العلوي من البطن. العلامات دي معناها ان الجسم عندك مش بيعالج النفايات اللي عنده بشكل صحيح. وخد بالك من نقطة مهمة ومطمئنة، ان اليرقان مش دايما بيشير لحالات سرطان، لا ممكن يكون راجع لسبب مثلا انه يكون في حصوات مرارة او يكون في التهاب كبد او بسبب حالات اخرى. فبيبقى مهم جدا انك ترجع للدكتور علشان تعرف سبب حدوث الحالة دي مع حضرتك. وعايزة اقول لكم على نقطة مهمة، ان غالبا بيتم تشخيص سرطان البنكرياس او الكبد في مراحل متأخرة، لكن لو قدرنا نوصل للتشخيص السريع من خلال علامة مهمة زي اليرقان هنبقى قطعنا شوط كبير جدا. اخر علامة والعلامة التحذيرية الثامنة وهي حرقة المعدة المستمرة. حرقة المعدة طبعا من اشهر الاعراض اللي معظم الناس بتمر بيها. مثلا لو حصل ان احنا اكلنا وجبة تقيلة شوية، او مثلا اكلنا وجبة حارة طعام فيه بقى فلفل كتير، ممكن يحصل لنا حرقة المعدة. لكن هنا انا مش بتكلم على حرقة المعدة اللي بتحصل بعد مثلا ما تاكل وجبة تقيلة، انا بتكلم عن حرقة معدة بتكون ملازمة للشخص سواء لأسابيع او حتى لشهور. الحرقة دي ممكن تشير الى سرطان المريء. وخليني اشرح لكم النقطة دي كويس جدا. لما بيكون في حرقة معدة بتحصل حالة اسمها الارتجاع الحمضي المزمن. طيب ايه اللي بيحصل في الحالة دي؟ اللي بيحصل ان حمض المعدة بيفضل طول الوقت يطلع على المريء ويرجع على المريء، والحالة دي بتعرف باسم مريء بارد او بارد ميتابليزيا. اللي بيحصل بعدين ان الحمض ده لما بيفضل طول الوقت يرجع في المريء فبيسبب تلف في بطانة المريء، والحالة دي ممكن تزود خطر الإصابة بالسرطان. طيب دلوقتي عايزين نركز أكتر ونعرف إيه الحاجات اللي ممكن تصاحب لحرقة المعدة دي علشان أقدر أفرق بين حرقة المعدة العادية
الأدوية أو حرقة المعدة اللي هي تعتبر مهمة وتحتاج التدخل السريع. هيكون مصاحب لحرقة المعدة دي ارتجاع في المريء، والارتجاع ده مش هيتحسن بالأدوية. ولو حاولت تغير النمط الأكل بتاعك علشان تتخلص من الارتجاع اللي حاصل، هتلاقي حتى لو الأكل بتاعك اتغير الارتجاع موجود زي ما هو. يعني ارتجاع المريء المصاحب لحرقة المعدة مش هيتحسن لا بالأدوية ولا حتى بتغيير نظام الأكل بتاعك. كمان هيكون في 3 أعراض مصاحبين ليه. أول حاجة هتلاقي في صعوبة شديدة في البلع. تاني نقطة هتحس ان الأكل دايما واقف في زورك، يعني انت بتاكل ولكن دايما هتشعر كده ان الأكل واقف مش بينزل. النقطة الثالثة هتلاقي ان انت بتبدأ تفقد وزن بشكل سريع. فالعلامات دي لو حصلت فهي بتشير إلى تضييق أو تلف في المريء ناتج عن مشكلة كبيرة. طيب لو ظهرت كل الحاجات دي ورجعت للدكتور، غالبا هيطلب منك انك تعمل تنظير داخلي، او ببساطة منظار بيدخل عن طريق الفم ويكتشف من جوه جدار بطانة المريء ويشوف ايه اللي حاصل فيه بالظبط. يعني بيتأكد من وجود سواء تلف او حتى تغيرات موجودة في المريء. بتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد. وما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي هنقدمها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.